السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم متابعي أمل صيام. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض العيش الرائع ده، سواء بقى هتعمليه في الفرن أو هتعمليه على البوتاجاز من فوق، حاجة كده عظمة. حتى أنا كمان يعني عاملة السرعة بالراحة عشان تشوفوا قد إيه بيقب وبيبقى جميل. يالّا بينا بقى نشوف العيش الحلو ده إزاي ممكن نعمله في البيت، لو حتى ما عنديش فرن أو في فرن البوتاجاز أو على البوتاجاز من فوق. هيعمل معاكم بسم الله ما شاء الله، والكيلو هيروم معاكِ كمية كبيرة جدًا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين العسل والجمال؟ يالّا بينا. أنا جبت كيلو دقيق نزلت عليه بمعلقة صغيرة من الملح وتوّهت الملح كويس، وبعدين معلقتين كبار من السكر على معلقة خميرة كبيرة، ونُص معلقة من البيكنج باودر، وقلبت كل العظمة دي كلها مع بعضها. وبعد كده لو عندِك حبة فانيليا حابة تحطيهم حطي، مش حابة خلاص. ويالّا بينا بقى نعجن العجين الحلو ده. هنعجنه بإيه؟ هنعجنه طبعًا بحليب. طيب ليه الحليب؟ علشان بيخلّي طعم العيش حلو. طب عايزة أعجنه بمَيّة اعجنيه بمَيّة ما فيش مشكلة، عايزة تحطّي زبادي حطّي، بيخلّي طعم العيش حلو جدًا. وفي الآخر خالص لمّا عجننا العجينة نزلت بربع كوباية من الزيت على السمنة في آخر مرحلة خالص، ونعجنه كويس أوي. وبعد كده العجينة هتلم معايا، هادّيها رشة دقيق واغطّي عليها واسيبها ترتاح. ارتاحت معايا وخمرت، يالّا بينا بقى نكوّرها. طيب أنا هاعمل الحجم قد إيه؟ اللي أنتِ شُفتيه في الفيديو النهارده كان وزن الكورة 50 جرام، كوّرتهم وغطّيت عليهم وسِبتهم يرتاحوا، وبعد كده رجعت تاني عشان أفردهم بواسطة رشة الدقيق، أرُش رشة دقيق وأبدأ أفرد زي ما أنتِ شايفة، وبعدين أنفّضه كويس من الدقيق وأبدأ أحطّه بالشكل ده، وبين كل طبقة والتانية فوطة، فردت الكمية كلّها وهاغطّي عليها واسيبها ترتاح ربع ساعة، وبعد كده يالّا بينا نخبزها. ادّيت لها رشة من المَيّة كده على الوش، لو حابة بقى تدّي لها رشة سمسم، رشة حبة البركة ادّي، مش حابة خلاص. رشة المَيّة بتخلّيها تتحمّر معاكِ وتبقى حلوة وتبقى طريّة. وبعدين سخّنت الصينية حلو في الفرن وبدأت أحُط العيش زي ما شُفنا مع بعض، هيقِب معاكِ ما شاء الله اللهم بارك بالشكل اللي أنتِ شايفاه. الكمية كلّها ما شاء الله اللهم بارك. طيب أنا ما عنديش إن أنا أخبز في فرن البوتاجاز وما عنديش فرن أصلًا، ممكن تسخّني صينية كويسة تكون ما بتلزقش، تسخّنيها كويس جدًا، وبعدين تبدئي تحُطّي العيش بتاعِك زي ما إحنا شايفين كده، هيقِب معاكِ وهيبقى حاجة حلوة جدًا. أنا عملته بالراحة على أساس خاطر إن أنتم تطمنوا إن العيش بيقِب هو اللي بيبدأ واحدة، واحدة أهو يرفع معاكِ. ما تستعجليش عليه. أنا كنت طبعًا أنا عملت لكم على فرن البوتاجاز، وفي نفس الوقت لو أخدتوا بالكم من الكاميرا ومن تحت كنت باصوّر اللي أنا كمان باعمله في فرن البوتاجاز من جوّه. يعني أنا عملت في فرن البوتاجاز وعلى البوتاجاز من فوق، عشان في الآخر يطلّع معايا العيش بالجمال ده. ودي كانت حلقتنا النهارده، باتمنى تكون عجبتكم، وأقول لكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.